وطبعا في البيت 200 اندومي. فمبدئيا انا بدي بلش اول مرحله بالبصل. تمام، نقطع بصل عشان ننسى اللي حصل. انا ما بدي كتر كثير بصل. بسم الله. هلا تشوفوا معانا الطريقه، وانا بدي منكم عن جد انكم تجربوها لانه رح تكون كثير طيبه ان شاء الله. تمام، فهي ما بدها شيء، سهله كثير. عرفتوا حبايبي؟ بس عادي يعني اذا حبيتوا تجربوها جربوها. بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا نقطع البصلات شرائح صغيره، ما كثير صغيره يعني، بس يعني المهم نقشر. انا الصراحه كثير جعت وحابب اني افطر هذا الترند الاندومي معكم. قطعهم كيف ما كان هيك يعني. عرفتوا حبايبي؟ والله اليوم الدنيا شوب درجة الحرارة يا حبايبي تقريبا شي 20 22 هيك شيء يعني. شوب يعتبر. الله يعين بكره بالصيفية. عم يقولوا انه هي الصيفية بدها تيجي اول صيفية. شو هي؟ بس ان شاء الله لا. شايفين؟ اوكي تمام. هي نزلنا البصلات هون. بحس انه كمان لازم بصل. عادي حسب الرغبة يعني. خلاص بحطها هي كلها هي كاملة، مع اني قشرتها وقشرتها. هي اصلا هي البصلة الصغيرة. وانا عن جد اعذر شو فتحت الشباك عشان البيت شوية هواء. تمام، ولما فتحت الشباك صرت بلش اسمع طقطقة صحون عند جيراننا. عرفتوا؟ فهي يعني دليل انه يعني نهار الجمعة بعد ما ضفنا البصلات تمام شو بنعمل؟ بنضيف كمان هلا هون الزيت البلدي. اوكي، ضفنا الزيت البلدي. تمام حبايبي. فشو بنعمل هلا؟ عندنا هون الفليفله الحمراء والفليفله الخضراء. الفليفله الخضراء طبعا بقشر وبغسلها. الفليفله الحمراء والفليفله الخضراء. بس طبعا شو لازم نعمل هلا؟ هي بس لازم نشغل تحت البصلات. اوكي عشان تقلي شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. هون عندنا كمان زايد المي بدي اشغلها. اوكي هي شغلنا المي عشان نضيف مي سخنه. تمام حبايبي. هلا شو بعمل؟ بجيب الفليفله الخضراء بشرها كمان شرائح. والله ناكل هلا اندومي غير شكل. عن جد جربوا هي الطريقه، انه هي الطريقه كثير طيبه. انا جربتها يعني، هي جربتها من قبل بس لكن حبيت اجربها هلا كمان معكم. يا سلام. حاسس انه كمان لازم تشوف. شرائح صغيرة. هلا شكل الفليفلة طبعا تتقلب. هلا عندنا البابريكا الحمراء. الفليفلة الحمراء. يا سلام. الله. الفليفلة الحمراء. معلش لا تغزون بس هذا صوته شوي غليظ. هلا كمان بنضيف الفلفل الحمراء. تمام بنقلبهم
اللمسه حتكون اخر لمسه. تمام؟ نعمل هيك معلقه كبيره معجون. تمام؟ تعرفوا انه انا كمان بحبه هيك كمان. اوكي نروح واخد منه. هلا بنحرك هلا رح تيجي معانا مرحلة الأندومي. تمام. حلو كتير. الأندومي لا تكسروهم، خلوهم طوال عشان تستمتعوا بالطعم. مع إنه أنا بحب الأندومي الأصيل يعني. النار هادية. شوفوا الطريقة هلا شوفوا. صار دور نحط يا جماعة الخير بهارات الأندومي. تمام؟ طبعا رح أضيف واحد حد أنا ما في مشكلة. هي ضفنا واحد حد. هاي بهارات الأندومي. نضيف الظرف الثاني كمان. بسم الله. هاي ضفنا الظرف الثاني. طبعا انتم اذا حبيتوا تضيفوا الزيت او لا هي بترجع لكم. انا كمان هلا رح اضيف الزيت، يعني هذا الزيت بحبه كثير. وهي كمان الظرف الثاني. وهون شو بتكونوا انتم عملتوا مثل ما انا عملت، جهزتوا المي السخنه. هلا بنضيف يا جماعه الخير المي السخنه هون. تمام. نهوي النار ونجيب شوكة. لا ننسى بعد ما ضفنا المي نغطيها لمدة 5 دقايق. اوكي حبايبي؟ هلا بغطيها هيك لمدة تقريبا 5 دقايق، يعني 3 دقايق ل 5 دقايق. فأنا هون شو بكون عملت بهي المدة؟ بكون طبعا بالضبط اوكي ونظفت وراي اجباري يعني هذا الشيء. تمام. كلياتنا لازم نعمل هي القصص، ما نخلي حدا يضب ورانا، لازم انتم تضبوا. نرجع الدبس البندوره بالبراد. عن جد جربوا هي الطريقه رح تعجبكم كثير ان شاء الله.